بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير. اش اخباركم الزينات؟ يا رب تكونوا على خير. اللهم ارحم والدي ووالدتي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، مرحبا بكم معايا بروتين زوين. روتين اليوم غادي نبارطاجي معكم تنظيف الثلاجة. غادي نبارطاجي معكم واحد الأكلة الغدا سهلة ماهلة، ما فيهاش بزاف المقادير وكتجي بنينة بزاف. وغادي نبارطاجي معكم واحد البسبوسة ما نقولش ليكم بنتها كتقاطر. وشريت البنات واحد الصاك ليا جديد، يا لالا ويا لالا، غادي نوريه لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو، الى اول مره كتشوفيني وعجباتك قناتي، ما تنسيش تشتركي عندي في القناه وتبارطاجيها مع صحاباتك خواتاتك او جروب عندك في الواتساب. جيبي قهوتك، جيبي اتايك، ويلا مع بعضياتنا نبداو الفيديو ديال اليوم ونشوفوا اشنو عندنا هنا. البنات كنبارطاجي معكم الكوموند ديالكم اللي يعني هكا وجدت لكم ورسلت لكم مع الشركه ديال التوصيل. وشكرا لكم البنات على تعليقاتكم الزوينه اللي في الفيديوهات السابقه كامله، وعلى اشتراكاتكم. شكرا لكم كاملين، وشكرا على الثقه ديالكم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعني نكون عند حسن ظنكم. المهم البنات، هنايا غادي نبدا لكم بالمواعن ديال الفطور. نسيت البنات البارح ما خدمتش الغساله في الليل، حتى الصباح عاد درت المواعن هكا كيتغسلوا، وهادو قلت غادي ندوزهم على يدي حسن ما نخليهم مجموعين في الجفنه حتى تسالي الغساله. ايوا ملي كتكون الكانه ماشي هي هذيك البنات، راه كنخليهم حتى كنديرهم فيها. وكاملين حنا هكا بعض المرات ما كيكونش عندك الخاطر ديري شي حاجه، كتحسي بالعيا، كتحسي بضغط نفسي، كتحسي بانك كتعطي واحد الجهد كبير، فما كيكونش عندك الخاطر انك تنوضي تقضي الشغال. انا الصراحه الا شفت راسي هكا كنوقف كنخلي كل شيء وكنقول يصبح ويفتح. ولكن ما كنخليش الكوزينه اولا الدار توصل لدرجه يعني انها تكون مرونه. اهم حاجه انك ما توصليش يعني لدرجه البلاكارات تكون مقلوبه، الحوايج تكون مرميه، ما توصليش لهاد الدرجه. اما مثلا مسيح الغبرات جفاف المواعن هادو بعض المرات كنخليهم، لانه في الصراحه كلنا طاقات وكلنا بشر وكاملين كتكون عندنا طاقه، ومن بعد كنعياو. واكيد الا بذلنا واحد المجهود صافي ديك الطاقه كتسالي. شحال ما كانوا عندك ديال الوليدات قلال او لا كتار، شحال ما كان عمرنا صغار او لا كبار، ومهما كانت صحتنا مثلا تتكوني هكا نشيطه، ما فيك لا مرض لا حتى شي حاجه، ضروري البنات كنعياو. الانسان كتكون عنده واحد الطاقه محدوده، وصحيح كلنا حنا الامهات نعتبر عندنا واحد القوه خارقه، خصوصا الامهات اللي عندهم وليدات صغار اعمارهم متفاوته، عندهم وليدات كيرضعوا، اللي عندها وليدات مثلا كيرضعوا. الصراحه الله ياجرها، من تجربتي انا اختكم فاتحه، شحال ما كان عمرك ما كيعييك اكثر من يعني يكون عندك واحد الطفل رضيع ما كيفهمش، عنده متطلبات كثيره، خاصه مراقبه، وفي نفس الوقت ما كيعبرش وما كيطلبش. والله يرزق كل محرومه بالذريه الصالحه يا ربي. والله يأجر كل الامهات اللي عندهم وليدات وكيعانيوا، اللي عندهم التوام حتى هما الله يكون في عوانهم، اللي عندهم الصغار والكبار، اللي عندها غير الصغار كيف ما كنقولوا شي تحت شي. فعلا مهما كانت الام اكيد انها غادي تعيا، واكيد بعض المرات البنات كتفقدي السيطره، كتعيا النفسيه. فافضل حاجه انك يعني هكا تقضي شغلك كل نهار باش ما يتجمعش عليك الشغل وتعياي وتحسي بواحد المجهود اللي كبير. مثلا كتجمعي الشغل كتنوضي تقضيه كل يومين او 3 ايام، فافضل حاجه انك ديري واحد الروتين صباحي وروتين مسائي، واخا تكون غير ساعه في الصباح وساعه في العشيه، ديري غير الحاجات اللي مهمه
ومن بعد ماشي مشكل يعني تخلي شي حاجه من الشغل وترتاحي. وعرفتوا البنات اتصلوا بيا جوج متتبعات. الاولى قالت لي اختي فاتحه الله يحفظك، عندك ملي تجي تنشري هكا تكاي على الحبوله، راه واحد السيده حدانا مسكينه جات تنشر وتوفات، ومسكينه توفات وما رحموهاش الناس، قالوا بانها انتحرت. حتى دخلوا هكا رجال الامن ولقاو مسكينه ديك السطيله ديال المقابات والشبكه ديال الماعن وعرفوها يعني كانت كتنشر، ويعني هكا زلقات وتوفات. وقالت لي الله يحفظك اختي فاتحه راه مرتاحيت حتى اتصلت بك، عندك تبقاي تكاي على هكا الحبوله ديال النشير في السراجم، راني كنخاف عليك طيحي. الله يحفظك والله يخليك ليا، والله يجازيك الف خير، والله يخلي ليا متتبعاتي الغاليات، والله العلي العظيم الا كنبغيكم من كل قلبي، راكم عزاز عليا بزاف بزاف، وكنعتبركم خواتاتي وكتخافوا عليا وكتبغيوني، وتعاليقكم كامله غزاله، الله يحفظكم يا ربي. ومتتبعه اخرى اتصلت بيا قالت لي شوفي الله يخليك، ملي تكوني تقضي الشغل ما تعاوديش لينا دوك القصص، ما تعاوديش لينا دوك المشاكل ديال البنات، قولي لنا شنو كديري، مثلا هنا جففت، هنا حكيت الجفنه، قلت لها ودي راه انا كتجيني يعني شي حاجه اللي تافهه، اني مثلا نقول لكم انا غسلت المواعن، انا كنمسحهم، انا كنستفهم، كنبغي ندخل واحد الموضوع يعني اللي يكون ثقافي يستافدوا منه البنات، يكون توعوي باش نستافدوا مع بعضياتنا. قالت لي لا قولي لهم، راه واحد المتتبعه قالت لي تبقاي تقولي لنا داكشي اللي كديريه تقوليه لينا. الله يحفظها وتحيه ليها من هذا الفيديو. والله يحفظكم البنات، بغيتكم تدعيوا مع الاخت ناديه ساكنه في بوسكوره، بغيتكم تدعيوا معها بالشفاء العاجل، عندها مرض الصرع. الله يحفظكم والله يخلي لكم كل عزيز وغالي عليكم، دعيوا معها كاملين، لانه الدعوه ديال 40 شخص كتكون مستجابه، 40 غريب كتكون مستجابه. الله يحفظكم والله يخليكم ليا. ايوا اختي، ها انت يا اختي رانا غسلت الماعن، حكيت الجفنه، مسحت السرجم ديال الكوزينه. هانا دابا كنرجع الماعن لبلاصتهم، غادي ندير دوك الطابيات يتسقطروا، وغادي ندوز باش غادي نمسح الثلاجه. الله يحفظكم والله يخليكم ليا يا ربي. فهكا البنات مره كندخل مواضيع ضروري باش يعني هكا نستافدوا كاملين، لانه حنا كاملين اخطاء وكاملين كنخطئوا، وكنبغيو هكا نستافدوا من التجارب ديال بعضياتنا. فهنا البنات كيف ما شفتوا من بعد ما ساليت الغسيل ديال المعينات ديال الفطور وقديت الكوزينه، دابا غادي نمسح الثلاجه باش قبل ما نتقدى تكون الثلاجه نقيه، ريحتها زوينه، وكل حاجه فيها تكون نقيه. هذا الروتين دائما كنديرو، هاد المره بغيت نشاركو معاكم قبل ما نشارك معاكم التقضيه ديال السوق ديال الاربعاء. كنت كنقول لكم انا كنمسح الثلاجه قبل بالنهار، فبغيت نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كننظفها. يعني بغيت نشارك معكم هاد الفقره. فكيف ما شفتوا البنات حليت الثلاجه، خرجت كل شيء، الخضره اللي باقا راها قليله، وما بغيتش نتقدى حتى تكمل هاد الخضره باش البنات ما نضيعوا حتى شي حاجه. عاد ديك الساعه غادي نتقدى وغادي ناخذ داكشي كامل اللي ناقصني. فنصيحه لكم البنات، حاولي هكا ما تمسحيش الثلاجه الا كانت عندك تبارك الله عامره بالتقضيه، لانه غادي تروني، غادي تكون تقضيه كثيره، كاينه شي حاجه غادي تخرجيها هكا تحطيها فوق البوطاجي تقدر تخسر الا كان الجو سخون. فاحسن طريقه انك يعني تكوني حاطه في بالك التقضيه ملي تكون قليله، عاد ديك الساعه مسحي الثلاجه. انا دائما الصراحه كنمسح يعني هكا الثلاجه الا كانت يعني عندي شي حاجه طايحه هكا في الطاجيرات في الثلاجه، ولكن الطاجيرات ودوك الارفف البنات ديال الباب ديال الثلاجه كنغسلهم مره في الشهر. روتين انا مولفه عليه، واخا كتبان لي الثلاجه باقا نقيه كنخرجهم وكنغسلهم. لانه البنات كتكون يعني هكا في الحروف ديال الثلاجه كيكون الوسخ مجموع فيها، ما كيبانش لينا. فملي كتخرجوا دوك الطاجيرات عاد كيبان لكم داك الوسخ اللي في يعني هكا مجموعين في الحروفه ديال الطاجيرات. وما تمسحوهاش بشي منظفات اللي تكون مجهده، لانه الثلاجه كنحطوا فيها الماكله، كنحطوا فيها الخضر، كنحطوا فيها الفواكه، فردي بالك ديري يعني شي منظف
تكون الريحه ديالو مجهده. انا هنا البنات في بخاخ دايره 2 كيسان ديال الماء كبار، كاس ديال الخل الابيض او اي خل عندك اللي بغيتي، ودايره واحد المعلقه كبيره ديال الصابون. كنحركهم مزيان مزيان وبهم كنمسح الثلاجه. واحد الاخت كانت قالت لي واش كتمسحي الثلاجه من برا من مره واش كتمسحي الثلاجه من برا باسبيروكس ديال الدهون، واش ما كتخافيش عليها يعني انها تخسر لك؟ شوفوا البنات، الثلاجه ملي شريتها ما حيدتش لي هذيك الميكا الرقيقه اللي كتكون فيها، لانه الثلاجه الاولى حيدت ليها الميكا دغيا صدات. راكم عارفين مع الميديتي ومع الطياب دغيا صدات، واخا دائما كنت كنمسحها، فهذه قلت غادي نخليها بميكتا باش هكا نحافظ عليها من الصدى، ويعني تصبر ليا واحد المده اللي طويله. وبالنسبه لدوك المجوره ديال الثلاجه ودوك الطاجيرات صافي غسلوهم بالماء والصابون وجافيل، ماشي مشكل، واخا ديروا لهم جافيل ما كاين حتى شي مشكل، كيبقاو زوينين. انا كنستعمل الصابون اوني الصراحه البنات كيحمقني، وتبارك الله ما شاء الله فيه واحد الرغوه غزاله، الثمن ديالو 13 درهم، حكيته تشبعي. الرغوه فيه غزاله كيديلك الشهر كامل او اكثر. دابا انا من ولات عندي الغساله ديال الماعن ولا كيدي ليا شهر ونص، كندير به كل شيء البنات، كنحك به الارض، كنصيق به الحمام وانتم الكرامه، كندير به كل شيء. غزال غزال غزال، انا دائما هو اللي كنستعمل. واخا جربت شحال ديال يعني هكا ديال المنظفات ديال الماعن ما لقيتش بحال اوني، درت حتى عييت ورجعت الاوني. صافي البنات هنا كيف ما شفتوا، صافي من بعد ما مسحت الثلاجه كامله، ما عنديش غسيل الطاجيرات هذا النهار، مسحتها كامله من الداخل من برا. مسحتها بداك المنظف اسبيروكس وعاودتها بهذا المنظف اللي دايره فيه الخل والصابون والماء. صافي كتبقى الثلاجه كتشعل، كتبقى دائما نقيه، كتحافظي عليها يعني واحد المده اللي كتبقى لك مده طويله. ودابا غادي نصاوب معكم الغداء. هاد الوصفه البنات ما فيهاش شي حاجه صعيبه وما فيهاش الماعن بزاف. خديت مقيله درت فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، درت عليها شويه ديال الزيت العاديه، غادي نخليهم يذوبوا. خديت واحد صدر دجاجه قطعته بحال هكا، ماشي بحال لي زيسكالوب، غليظ شي شويه على لي زيسكالوب، قطعته. غادي ندوب هاد الزبده وغادي نحط هاد الصدوره ديال الدجاج بحال هكا، غادي نرشهم بشي شويه ديال البزار وشي شويه ديال الملحه. عرفتوا البنات هاد الاكله كيفاش كتجي؟ راه كتجي غزاله وكتجي بنينه بزاف. صافي رشيت شي شويه الملحه والبزار وغطيت، ودابا غادي نحك عليهم واحد 3 ضريصات ديال الثومه. هاد الوصفه الا زدتوا عليها واحد الضامه ديال البنه ديال الكنور، راه ما نقولش لكم كيفاش كتجي بنينه بزاف، ولكن انا ما ضفتهاش لانه طونسيو غادي يطلع ليا مليون. صافي درت غير مليحه وبزيره. صافي هنا قلبت هذاك الصدوره ديال الدجاج، غادي نغطيهم ثاني، كنرجع هكا نقلبهم حتى كيتحمروا وكيشربوا ديك البنه ديال التويمه والملحه والبزار والزبده. وعاد غادي ندير خطيره، غادي ندير شويه ديال الخيزو مقطع رقيق، شويه ديال اللوبيا مقطع رقيقه، غادي نضيف واحد الكاس ونص ديال الماء، وغادي نغطي وننقص على البوطه ونخليه حتى يطيب على خاطرو داك الدجاج. من بعد غادي نضيف واحد العلبه ديال لا كريم فريش، وغادي نشللها بواحد الكاس ديال الحليب او لا كاس ونص ديال الحليب. بغيتو ديروا غير لا كريم فريش بوحديتو يمكن لكم ديروه، ولكن حتى بالحليب كتجي بنينه، عرفتوا على مذاق فيها. كما قلت لكم الا ضفتوا واحد المكعب ديال كنور كتجي خطيره، كتجي غزاله. اولا ديروا مرق الدجاج الا كان عندكم. صافي طيبت شي شويه ديال الروز الابيض غير بالزبده والملحه، صافي وسربيت الغداء. عرفتوا البنات يعني ربة البيت كتبغي شي حاجه اللي تكون خفيفه، ما توقفش بزاف في الكوزينه، لانه عندنا التصبين، عندنا الطويان، عندنا الجفاف، عندنا تبدال لي زور، عندنا بيوت خصنا نجمعوهم، فخصنا نسهلوا علينا الطياب ونقصوا علينا شويه من الوقيف ديال الكوزينه. والطياب اللي كيشد الوقت نخليوه ملي نكونوا مرتاحين اولا الشغل يكون قليل. اليوم انا كان عندي المسيح ديال الثلاجه، كان عندي شحال من حاجه، درت هاد الغديوه ساهله ماهله كتجي بنينه، ورافقتها بهاد الشلاضه شويه ديال الخس وشويه ديال الرمان، درت ليها لاصوص حلوه بشوي شويه ديال العسل،
وياغورت جات غزاله. المهم كان هذا هو غدانا، ويا ربي نعمه لا تزول. دابا غادي نصاوب معكم واحد البسبوسه كتجي خطيره. خديت واحد 2 بيضات، ضفت عليهم واحد نص كاس ديال سنيده، وضفت عليهم البنات واحد الساشي ديال الفاني. غادي نحرك مزيان مزيان. غادي نضيف كاس ديال الحليب، يمكن لكم ديروا نص كاس ديال الحليب وديروا واحد الكاس دانون الا بغيتو. ضفت واحد نص كاس ديال الزيت، وكاس قل ربع ديال الكوك يكون مزيان، 2 كيسان ديال السميده الرقيقه النوعيه المزيانه، واحد الساشي ديال خماره حمراء، طريقه ديال الملحه. وغادي نحرك مزيان مزيان. والمول دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيتو بشي شويه ديال السميده الرقيقه، وغادي نفرغ فيه الخليط. وغادي ندخلو الفران على درجه الحراره 175 حتى غادي تحمر، وغادي نخرجها. بالنسبه للقطر اولا باش غادي نسقيها البنات، راني خديت واحد الحامضه قطعتها هكا شرائح طويله، ودرت معاها 3 الكيسان ديال الماء، ودرت معاها كاس قل ربع ديال السكر، وخليتهم غلاو لمده ديال 15 دقيقه. من بعد ما خرجت البسبوسه من الفران سقيتها بداك الماء والحامض والسكر. عرفتوا راه ما نقولش لكم البنات كيفاش كتجي، راه كتجي غزاله غزاله غزاله. ومازال غادي نخليها حتى تبرد، عاد غادي نزينها بشي شويه ديال الكوك اولا زينوها بشي شويه ديال الفستق. المهم التزيين كيبقى اختياري ديال كل ربة بيت. كتجي البنات خطيره هاد البسبوسه، حتى تجربوها. دابا غادي نبارطاجي معكم الصاك اللي شريت. وبالمناسبه البنات الا مثلا عجبكم هاد الصاك وبغيتوني نجيب لكم اشكال اللي مختلفه، نجيبهم لكم حتى تخليوا لي في التعليقات. الا بغيتوني نجيب لكم السيكان ديال اسبانيا، شي حاجه اللي غزاله ما كيتقشروش، يعني الكاليتي ديالهم ممتازه والاثمنه جد مناسبه. الا بغيتوني نجيب لكم السيكان خليوها لي في التعليقات ونجيبهم لكم ان شاء الله باذن الله. وغادي نجيب الوان اللي مختلفه. يلا ان شاء الله غادي تدخل سلعه جديده وغادي نجيبها لكم. المهم حتى تخليو لي في التعليقات الا بغيتوني نجيبهم لكم ان شاء الله. هذا هو الصاك اللي خديت ليا هانتوما البنات، غزال. ومازال غنزيد هكا شي 2 الوان ولا 3 البنات فاش نبقى نبدل. الصراحه ما بقاوش عندي السيكان. وبالنسبه لدوك السيكان اللي خدات ليا حسنه هذيك المره من المول، صغار كيهزوا غير التليفون، وإلا درت معاهم البزطام كيجي مزير ما كيبغيش يتسد دغيا. فعلى داك الشيء هاد السيكان هادو الصراحه هما اللي صلاحوا ليا انا. بالنسبه لدوك السيكان الصغار الا كانت هكا يعني شي حاجه خفيفه معاهم التليفون يمكن لي نخرج بهم. اما هادو مريحين وعمليين وغزالين، وكيف ما قلت لكم ما كيتقشروا ما حتى شي حاجه. الكاليتي ممتازه ديال اسبانيا هانتوما البنات، راه ما كيتقشروش. المهم غادي نتسنى التعليقات ديالكم. حتى لهنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. ربي يجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.